واش كنتي عارف بلي في القرن 17 في المغرب كانت كاينه جمهوريه القراصنه خارجه عن سيطره السلطان وعندها اسطول خلى دول اوروبا كامله يتفاوضوا معاها من لندن حتى لايسلندا. اسم واحد كان كيدير الرعب في العالم، قراصنه السلا. كسبت من مأساة فاش طردات اسبانيا الموريسكيين في بدايه القرن 17. الاف منهم وصلوا للمغرب خصوصا سلا والرباط، ولكن ما جاوش غير لاجئين، جاو هما باغيين ينتقموا وباغيين يردوا الثار ديالهم. في 1627 استغلوا ضعف الدوله السعوديه وداروا حاجه ما كانتش متوقعه، السوق جمهوريه بورقراق. كان عندهم ديوان كيسير الحكم، قوانين وحتى نظام تقسيم الغنائم. مركزهم كان في منطقه بورقراق كامله، سلا الرباط وبالضبط حتى في قصبه الوداع. ولكن القوه الحقيقيه كانت في البحر، وصلهم وصل حتى السواحل بريطانيا وحتى لايسلندا في 1627 نيت. كانوا كيهجموا كيغنموا كيجيبوا الاسرار، لدرجه ان بريطانيا وفرنسا وهولندا كانوا كيبعثوا السفراء باش يديروا معاهم اتفاقيات سلام ويحميوا السفن ديالهم. ومن اشهر القاده ديالهم كان مراد الرئيس اللي كان في الاصل هولندي، وهذه السميه ديالو ما غنعرفش نقراها، وتحول لواحد من اكبر قراصنه العالم. ولكن الداخل خربها، صراع عاجبه بين سلا والرباط وخلافات بين القراصنه نفسهم، حتى جاو العلويين ودخل السلطان المولى رشيد في 1666 ورجع المنطقه لسلطه الدوله، ومن بعد منه المولى اسماعيل شدد السيطره، وهكا سالت الجمهوريه ديالو. اليوم الا وقفتي في قصبه الودايه وشفتي شي شوف في البحر قرب لي من تما كانت واقفه جمهوريه صغيره خلات العالم كامل يضرب لها الحساب.